السلام عليكم لا فامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذه غادي نبارطاجي معكم اوس بيلدونغ فاخ انفورماتيكا. يعني غادي نعطيكم كاع المعلومات اللي غادي يخصكم على هذا الاوس بيلدونغ هذا. شنو هما الحوايج اللي خصكم تعلموا، شنو هما الحوايج اللي مطلوبين، شنو هما الحوايج اللي غيتقراو، وشنو هما البرونش اللي كاينين في اوس بيلدونغ فاخ انفورماتيكا. ولكن قبل ما نبداو ضروري نهضر لكم على السبونسور ديال هذا الفيديو هذه اللي هي طاب ساند. طاب ساند هي واحد الابليكاسيون اللي كتقدر تصيفط فلوس من المانيا ولا هاد الدول هادو اللي يبانوا لك هنايا المغرب. صراحه احسن ابليكاسيون لحد الان جربت بزاف ديال لي زابليكاسيون كاملون كيديروا اقتطاعات ما بين 3 حتى ل 5 اورو في كل ترونسفير. وهاد الابليكاسيون هادي ما كتقطع عليك والو، يعني كيربحوا هما في داك الطود اكسشينج اللي كاين. هاد الابليكاسيون هادي احسن وحده اللي نقدر ننصحكم بها الا كنت باغي تستعمل طاب ساند. ضروري تستعمل هذا البرومو كود هذا باش انك تربح واحد 5 اورو في الترونسفير ديالك الاول. فاخ انفورماتيكا هي واحد البرونش اللي مطلوبه في السوق بزاف، اللي عندها واحد الفيوتر ولا عندها واحد المستقبل اللي زاهر. داكشي علاش انا اختاريتها وهي فاش خديت الاوس بيلدونغ ديالي. في هذا الفيديو هادي غادي نعطيكم معلومات على لي برونش اللي كاين في فاخ انفورماتيكا. كما قلت لكم راه كاين 4 ديال لي برونش، كانوا 2 ديال لي برونش، ولكن في 2020 زادوا 2 ديال لي برونش اخرين اللي جداد في الماركت، يعني ما كاينش عليهم معلومات بزاف وعليهم الطلب. هادشي اللي غندير في هذا الفيديو هادي غادي نبارطاجي معكم. نبداو بالشعبه الاولى اللي كاينه في فاخ انفورماتيكا اللي هي فاخ انفورماتيكا في انفيندونغ سينتيفيكلوم. هاد البرونش هادي هي اللي كنت داير انا شخصيا، يعني هي فاش خديت الاوس بيلدونغ ديالي اللي هي سوفتوير انجينيرين بالونجلي ولا بالعربيه، يعني متخصص في تطبيق البرامج. واخيرا ما عرفتش واش هي هذه الترجمه ديالها باللغه العربيه. هاد البرونش هذه هي اللي كيكون عندك فيها كتكون يعني بروغرامر، يعني كتبقى تكتب لي كود. عندك واحد بروغرامين لانجويج اللي كيخصك تعلمها، يعني على حسب الشركه فين كدوز الاوس بيلدونغ. كاين شركات اللي كيخدموا ويب انتفيكلون، كاين شركات اللي كيخدموا سوفتوير لانجويج سي ولا جافا. في المدرسه غالبا كتقراو لانجويج سي، يعني في المدرسه غالبا سي بلس بلس سي شارب. ولكن كيبازيو لكم على الالغوريثم او الداتابيس كيفاش يعني كيخدم داكشي. الحاجه المهمه اللي كتبان لي في هذا البرونش هذه هي لونجلي، يعني ضروري خص تكون عندك لونجلي مزيانه، حيت لانجويجز يعني بروغرامين لانجويجز كاملهم كيكونوا بلونجلي، والدوكيومنتيشن كتكون حتى هي بلونجلي. الكوميونيتي ديال كل هذا كتكون غالبا بلونجلي، يعني غالبا كتستعمل لونجلي في الخدمه ديالك. يعني خص تكون عندك واحد لونجلي اللي زوينه. الالمانيه حتى هي راه مهمه بزاف يعني في الكوميونيكاسيون مع التيم، ولكن في الخدمه غالبا كتخدم بلونجلي. الحاجه الثانيه اللي خصك يكون عندك واحد لاناليز لوجيك، يعني بروغرامي هي واحد الحاجه اللي خدامه على اللوجيك، يعني بازي على اللوجيك. يعني كيخص يكون عندك كيفاش انك تحلل واحد سيتوياسيون، كيكون عندك مشاكل ديما خصك تلقى الحلول، تكون كرييتيف. هي واحد الحاجه صراحه اللي ما سهلاش، كتبغي الواحد انه يكون كرييتيف، يكون ديما كيجيب واحد، يعني كتكون كتفكر بواحد الطريقه اللي مختلفه شويه. واحد البرونش اللي فيها فان، يعني فاش كتكون خدام ديما عندك حوايج جداد، يعني ما كديرش نفس الحاجه كل خطره. عندك واحد السيتوياسيون اللي خصك تلقى ليها الحل. واحد البرونش صراحه اللي زوينه بزاف. البرونش الثانيه اللي ندوي عليها هي فاخ انفورماتيكا فور سيستيم انتيغراسيون. هاد البرونش هذه هي كانت من شحال هذه، يعني هما جوج ديال لي برونش اللي كانوا قدام، انفيندونغ سينتيفيكلا او سيستيم انتيغراسيون. سيستيم انتيغراسيون نقدر نقول لكم بحال ريزو انفورماتيك في المغرب، يعني في واحد الشركه كيكونوا بزاف ديال لي بي سي، كتكون امبريمنت، كيكون السيرفر، كيكون بزاف ديال الكومبوننت، بزاف ديال الحوايج. انت متخصص في كدير واحد الكومونيكاسيون ما بين هاد الالات كاملهم، ما بين لي كمبيوتر، ما بين السيرفر. يعني كيكون عندك علاقه بزاف مع الاي بي ادريس، الاي بي فاو في الاي بي فاو زيكس. كيكون عندك واحد الكومونيكاسيون ما بين الكمبيوترز والسيرفرز، يعني كيكون عندك حتى الريباراسيون ديال الكمبيوتر، لانستالاسيون ديال البيتريب سيستيم. يعني شي واحد مثلا عنده مشكل في البي سي راه انت اللي كيعيط لك. يعني سيستيم انتيغراسيون عندها علاقه بزاف مع الريزو انفورماتيك، يعني نقدر نقول لكم الريزو انفورماتيك في المغرب تقريبا. البرونش الثالثه اللي هي فاخ انفورماتيكا في الديجيتال في نيتسونغ. كما قلت لكم هذا البرونش هذه راه جديده، يعني يلاه تزت 2020. ما كاينش بزاف ديال المعلومات على هذا البرونش هذه اونلاين، ولكن على ما قلبت وعلى ما فهمت ان هذا البرونش هذه هي جات تقريبا ما بين فاخ انفورماتيك انفيندونغ انتفيكلون وسيستيم انتيغراسيون. يعني عندك شويه من هنا وشويه من هنا. اي واحد عزيز عليه انه يخدم بلي ماشين الكبار، يعني تكد واحد الاوتوميشن سيستيم، انك دير واحد الكوميونيكيشن ما بين واحد الكمبيوتر مثلا وواحد لا ماشين اللي كبيره. يعني الناس اللي عزيز عليهم انهم يخدموا بدوك لي ماشين الكبار، كيفاش انك تقدر تكونترولي واحد لا ماشين كبيره من الكمبيوتر، وانك تقاد واحد الاوتوميشن سيستيم مثلا لواحد لا ماشين كبيره. اي حاجه عندها علاقه بالاندستري فيرنول. البرونش الرابعه والاخيره اللي كاينه في الفاخ انفورماتيكا هي فاخ انفورماتيكا فور داتن اون بروسيس اناليز. كما قلت لكم هذا البرونش تاعي راه جديد، يلاه تزات من 2020. ما كاينش بزاف ديال المعلومات، ولكن كما تيقول السميه ديالها، يعني كما كنفهموا من السميه ديالها داتن اون بروسيس اناليز، يعني عندك علاقه بزاف مع الداتا، مع البيج داتا، مع الداتن بانك، يعني مع الداتا بيز. وخصك انك دير واحد الاناليز، خص يكون عندك لي ستاتستيك، تكون عندك تحليل الاناليز، يكون عندك واحد هذاك، يكون عندك واحد بزاف ديال لي داتا، وكيخصك
انك دير ليها واحد اناليز، وهذا الاناليز كتخرج بواحد الرابور، وهذا الرابور هذا هو اللي كيخدم به مثلا اللي كيدير واحد الفي بي ساونغ البروسيس، سواء بروسيس كانت اندستريال ولا كانت يعني مع الكليان على حسب الشركه. سو هادو هما 4 ديال لي برونش اللي كاين فاخ انفورماتيكا. فاخ انفورماتيكا صراحه هي واحد البرونش اللي مطلوبه بزاف، ولكن راه كيديروها بزاف ديال لي زالمون، وكاين بزاف ديال الناس من دول اخرين سواء الهند سواء العرب، يعني كاين طلب كثير وكيديروها حتى الناس لي زالمون. يعني باش انك تقدر تقبل في الفاخ انفورماتيكا من المغرب خصك انك تقاد واحد الدوسي اللي يكون واعر، يعني خص ضروري يكون عندك معلومات على هذا، تكون ديجا خدمتي دي بروجي، تكون ديجا تعلمتي على الاقل واحد 3 ديال البروغرامين بخاخ على حسب واش باغي دير الويب انتفيكلون ولا باغي دير سوفتوير، يكون عندك الالغوريثم، تكون خديتي دي سيرتيفيكا اونلاين. هذا دومين اللي ما يحتاج فيه ستاج، يعني تقدر تعلم لراسك، تقدر تقاد دي بروجي لراسك، تقدر دير الفورماسيون اوتو فورميشن، يعني تمشي للانترنت تاخذ دي سيرتيفيكا وتكون قاديد واحد البورتفوليو، تكون ديرو مثلا في الجيت لاب ولا الجيت هاب، ولا تكون قاد واحد الويب سايت في هذا الحوايج اللي ديجا خدمتي. تكون كرياتيف صراحه، حيت كاينه واحد الكونكورونس اللي كبيره في هذا الدومين هذا، حيت هو واحد الدومين اللي فيه واحد المستقبل اللي زاهر كما قلت لكم. نتمنى هاد المعلومات هادو يكونوا فادوكم، والا كان عندك شي تساؤل في هذا الفيديو هذه خليه لي لتحت، غادي نحاول نجاوب على كاع التساؤلات ديالكم. و till the next one, peace out.